السلام عليكم. اليوم جينا نناقشوا الموضوع ديال الكفار، الموضوع ديال النصارى، وبالضبط الهجمات اللي استهدفات بروكسل في دولة بلجيكا. فقريت واحد المعلومة الصباح وتأكدت منها. فهذيك الدولة الكافرة البلجيكية كتخلص الأئمة المسلمين تقريبا 1.5 مليون مغربية هما والمؤذنين. الدولة الكافرة البلجيكية ملي الناس كيبغيو يصليو في المساجد ديالهم 3 ايام الاسبوع وهذا الجمعه كيوفروا لهم الامن تما كيحظيهم باش يصليو في واحد الظروف ملائمه. الدوله البلجيكيه الكافره ملي كينوضوا الجمعيات ديال المسلمين عندنا كيفرقوا القران في الساحات العموميه وفي محطات ديال المترو ديال القطارات، كيعطيوهم الحريه باش يفرقوا القران الكريم ديالنا. عكس إلا ناض شي مسيحي بغا يفرق كتاب ديالهم في دولة مسلمة، نكذب عليكم يا الإخوان، إلا يقدر يخرج حي، إلا ما رجموه ولا ما عيروه ولا ما سبوه. الإسلام الإخوان راه ماشي هو الإنسان كيمشي كيتحنى 5 خطرات في النهار وكيصطح راسو مع الأرض يقول لك والحمد لله وأنا قمت بهذاك الواجب عندي والدين ولا وصليت. الصلاة راه ماشي هي الإسلام. الإسلام راه خلق، راه معاملات. الصراحة الا جينا نشوفو راه دوك الناس ديال الغرب راه عندهم الروح ديال الإسلام، أما حنا المسلمين والعرب بقات عندنا غير الجثة بدون روح. فماشي اللي غادي ما كنعرفش ديك العقلية ديال هاد الناس الإرهابيين دوك المتشددين واللي كيدعيو على نفسهم الإسلام وربي واحد اللي عليا قداش قد الشمار وإن لا. خلي الغرب هما ينبهروا بالمعاملات والاخلاق ديال المسلمين. جينا نشوفوا المسلمين شي كياكل شي كيعض شي كينهفلوا شي ما فيناش الرحمه، ما بعضياتناش الاحترام وبزاف ديال الحوايج. فالله يجازيكم بخير. هذا غير الشعور ديالي، وانا بطبيعه الحال ضد بحالي بحال جميع المغاربه بحال جميع المسلمين بحال جميع العرب بحال جميع الناس ديال العالم. راه ما ضد شي حاجه سميتها التفرقيه ولا شي حاجه سميتها الارهاب، حتى هادشي راه ماشي هو الحل. الحل هو هنا نطوروا، هنا نطوروش وإن ولا اله الا الله. نتمنى الرساله ديالي تعجبكم وتبارطاجيو مع بعضياتكم. السلام عليكم ورحمه الله.